المؤمنون الصالحون وعلمنا وحبيبا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك تقلت قيائي السلام السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك
صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله. وإطرها يبقى إذا مست آياتي. الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله. وإطرها يبقى إذا مست آياتي. وعم نوالوها كل العباد. وعم نوالوها كل العباد. وعم نوالوها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. قمر قمر سيدنا النبي. قمر وجميل 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 سيدنا النبي. وجميل ولا ظل له بل كان نورا. الله الله. تنال الشمس منه والبدورا. الله الله. ولا ظل له بل كان نورا. الله
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأ ظلال شرف الأصلي بودي وحبي ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حيا الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين
وترويحا للمتعلقين بهذا نور المبين صلى الله وإلا عليه فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام الله ولكن عليه. هزني إلى تدوين ما خفته من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إرادة الله لا قراري إرادة الله لا قراني وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود إرادة الله لا قراري حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله
يوم اللقاء جئتموها ما الفؤاد فمتى يوم اللقاء يا أهيل الحب جود مغرما وفى إليكم قلت يا أحباب عود كل آمالي عليكم يا أهيل الحب جود مغرما وفى إليكم قلت يا أحباب عود كل آمالي عليكم ليس لي إلا هواكم لو تجودوا بالوصال ليس لي إلا هواكم لو تجودوا بالوصال عدت أدرجي إليكم لو تجيبوني سؤال عدت أدرجي إليكم لو تجيبوني سؤال يا أهيل الحب جود مغرما وفى إليكم قلت يا أحباب عود كل آمالي عليكم يا أهيل الحب جود مغرما وفى إليكم قلت يا أحباب عود كل آمالي عليكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم
القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ومد عشها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر في آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سيل يا نبي يا نبي سيل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع
وجبت 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 شفعت عليك شفعت عليك ونادوا لبيك الله أكبر ولبوا زر الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا من ذاق زمزم وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر يا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان يسير ونور الأكوان حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أهضى منك بنظرة 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 عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأماني نبينا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان يسير ونور الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فالقدرة كشف القناع هذا المستور
ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ولي أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. حضرك رسول الله بكرم رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد صلى الله عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه. سلام عليك
بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله يا رب آمين عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله يا رب آمين اللهم سلام عليك صلى الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم النار وحمي النار وكريم النار وحمي النار بلقاء خير الأنام مرحبا آمين يا الله يا رب يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك
صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه ذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. في مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وقبري بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا جائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب صلى الله عليه. بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما سلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. نظرت إلى بعض كسور الروح صلى الله عليه. ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله وأصرف عليه. ذلك عني ثم عاودني الرب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. الحديث مني على بال حتى بعث الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرف عند مولاه وعن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم لا سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر واسم إمدادك في عبادك وساكك أسر إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهلنا كثرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.